لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بعد ذلك عرضية تأتي عالية الرأسية والهدف الأول. جول أول يأتي روما 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 روما. منذ البداية يسجلون الهدف الأول ويصلون إلى شباك مرمى الحارس كريستيان بالاغرادان برأسية هنريخ ميخيتاريان اللاعب اللي يسجل الهدف الأول في هذه اللحظات بعد عرضية منقولة كرة داخل منطقة الجزاء والرأسية. الله هنا الموعد مع الثاني. نعم كان من خلال الكرة الرأسية من روجر إيبانيز ثاني الأهداف لنادي روما وكأنها بالقدم لا بالرأس في اللقطة الماضية. العرضية والرأسية القوية. جول ثالث. معالم الهدف كانت واضحة وجلية منذ تمريرة الراية عن طريق مخيتاريان وبعد ذلك أتى الإكمال في 3 كرات وصولا إلى مرمى الحارس بالاغرادان. مخيتاريان بصورة رائعة كانت تتمل بيريس والعرضية ترسل عالية والإبعاد لكن كرة ما زالت جول. بورخا مايورال اليوم يوم نعم هنا في هذا اللقاء دشن أول أهدافه والآن يسجل ثاني أهدافه بقميص روما. بورخا مايورال يتمكن من مصلحة نادي روما. عاد الخامس. الله صارت 5 وبيدرو هو من أحرز الخامس. نعم هنا في وقت كنت أتحدث عن ما مضى وعن نتائج كبيرة في مرمى ممتازة هذه الكرة. تسديدة جول من روبرت موريتش. ريكا يعلنها في هذا الشوط الأول في بدايته. هدف ولا أجمل. بكل سهولة بكل أناقة بكل روعة جاء الهدف عن طريق هذا اللاعب روبرت موريتش. يصل إلى الشباك يصل إلى المرمى. ليميرتوس والتعادل. جول من دييغو ديمي الألماني يعادل الكفة لفريق نابولي بعد لمسة وارتباك في دفاع فريق ريكا. خطأ واحد كلف هذا الفريق غاليا. أولا هذا تشتيت الخاطئ ثم بيتانيا وصلت كرة. الثاني يأتي لفريق نابولي. كرة عرضية باتجاه أندريا بيتانيا المدافع والذي وضع في شباك حارسه إيفان نيفستيتش. كان يتوقع بأن بيتانيا سوف يرتقي إليه ويضربها ولكن وقعت على قدم المدافع. مش عارف بين بوليتانو والمدافع من وضع الكرة في مرمى الحارس. 7 لاعبي لسبيرز داخل منطقة جزاء تلعب الركنية. جول هاري كين يفتتح باب التهديف بعد أن ضاع الفرصة الأولى والفرصة الثانية الثالثة الثابتة. يا هاري كين عايدناك هداف واليوم يظهر الهداف. هاري كين نعم يفتتح باب التهديف والصورة على جوزيه مورينيو. يعرف بأن المعطيات اليوم هي في متناول نادي. هاري كين يدخل. هاري كين عرضية جول. أخيرا يا لوكاس يا مورا السفير من تمريرة مليمترية دقيقة. هاري كين الهداف وهاري كين صانع الأهداف. ها هو هاري نعم يظهر من جديد. الاسيست كان حاضر والمتابعة بقدم برازيليا. لوكاس ضيعت الأولى والثانية والثالثة لكن الفرصة الرابعة هنا في كرة تيك بيتي سددها وجوات خطيرة. جول. الأفضلية نعم مع انطلاق الشوط الثاني لعناصر نادي لودوغوريتس. ماذا حصل في دفاعات نادي توتنهام مشاهدينا الكرام؟ الدفاع يتفرج والمهاجم كيتشيرو يباغي جوارت بهذه هذه فرصة سون جول الثالث عن طريق
سيلسو الأرجنتيني، ولكن من أول لمسة في الثواني الأولى من دخول نعم السون من صناع الهدف الثالث. ولو سيلسو يكمل بطريقة رائعة جدا يا جوزيه مورينيو. هكذا هي الانطلاقة، وهكذا هي الدخلة بالنسبة للاعب الكوري. ينطلق Yes, that's why I asked, yes. Mistake by Filip Helander early on, and Rangers go behind with only a minute played. It's a blunder by Helander, and Benfica punish Rangers with only 60 seconds played. Yeah, it's a perfect start for Benfica, but a howler by Filip Helander. He gets Ball for James Tavernier. Can he make this count? He certainly can. It's the second own goal of the game. It's Diogo Gonçalves who puts through his own goal, and it's 1-1 in Lisbon. Yeah, what a terrific response by Rangers. Lovely through ball here by Stephen Davis. Tavernier with another assist. Now the overlap from Barisic, but it's Glenn Kamara who turns this game on his head. It's a quick-fire double from Rangers. Kamara scores. Steven Gerrard's team 2-1 up. Yeah, what a tremendous counter-attack, Rob. Down the right-hand side, Aribo to Morelos. Switch of play to Kamara. Thought he'd lost the momentum with the overlap.